السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم على قناه رجاء كنال فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد الفلوق غيكون زوين. المهم انا خارجه بعدا. اول حاجه انا خارجه في امان الله في الشميسه والجو زوين وكل شيء على ما يرام. حتى خرجنا الشتا خيط من السما تبارك الله، الجو تبدل ما عليناش. المهم معايا عصام شي كلمه للمشاهدين ديالي بعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ بخيرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانا خير. لكن الكلمه البنات. المهم انا اليوم بغيت غنشارك معكم داكشي اللي بغيت نشري شي حويجات خفاف باش نصايب واحد الكيك لولدي ديال العيد ميلاد ديالو. داكشي بقاو معايا غنوريكم شنو خديت، وإلا قدرت نصور لداخل غنصور، ما قدرتش تنشوف في الاخر غادي نوريكم داكشي اللي خديت. يلا نتلاقاو من بعد. وهنا رجعت معكم البنات. المهم دخلت للسنتر كوميرسيال، تقديت داكشي اللي بغيت نتقدا، واخا ما تقديتش كلشي حتى طاحت الظلام وسحات الشتا. صافي غادي نوصل ان شاء الله للدار ونوريكم داكشي اللي خديت واشنو غنصيب واشنو غادي تكون الريزولطا. بقاو معايا حتى النتيجه الاخر النهائيه باش تشوفوا الفيديو كيفاش غادي يكون وشنو غنصيب فيه، وغنوريكم حتى داك المشتريات اللي شريت كاملين غنوريهم لكم البنات. المهم كيف كتشوفوا الله من الخير غادي نوصل للدار ان شاء الله وغنبقى داكشي وغنكمل التصوير ديال هذا الفيديو نكملو ان شاء الله ونقدروا نوريكم. بقاو معايا. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاج هنا عندي 2 شاسيات ديال الفانيلا، ولا عندكم حتى السائل يمكن لكم تضيفوها. عندي هنايا واحد شويه ديال الملح، عندي 240 غرام من سكر سنيده، 240 غرام من الدقيق الابيض، عندي 40 غرام من زيت نباتيه، وعندي 8 ديال البيضات. بالنسبه للسكر سنيده البنات والدقيق كل بيضه كنديروا ليها 30 غرام، يعني 30 غرام ديال السكر سنيده لكل بيضه، و30 غرام لكل من الدقيق الابيض لكل بيضه. ونبداو على بركه الله. غادي ناخذ البيض، غادي نفصل بياض البيض بوحدو واصفر البيض بوحدو. هنا اغلط وعاود حيدته من هاد البول ودرتو في الثاني. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل 8 البيضات كاملين كنفصلهم على بعضياتهم. ودابا غادي من بعد ما عزلت كل واحد بوحدو غادي ناخذ هنا مع الاصفر البيض ضفت ليه قبيصه من الملح والقليل من الفانيلا، وضعت القليل اكيد مع ابيض البيض، ودرت هنا النصف الكميه من سكر سنيده والنصف الاخرى وضعتها مع اصفر البيض. وغادي نبدا نخلط هنا تنحصل على الميرانغ عندي ويكون واقف، وغادي نخليه جانب حتى نكمل المرحله الاخرى. هنا صافي هنا وضعت اصفرت البيض وضعت عليه السكر سنيده وقبصه ديال الملح والفانيلا. نسيت ما قلتش لكم خاص يوغورت حتى هو غنحتاج ليه مع المقادير، ما ضفتوش مع المقادير. علبه من اليوغورت. صافي هنا من بعد ما كيتبدل لنا اللون ديال البيض، يعني كيبيض عندنا اللون، صافي كنضيف 40 غرام ديال الزيت النباتيه وعلبه من اليوغورت، وكنبدا نضيف الدقيق. هنا الا بغيتوا الجينواز يكون خفيف 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 اكثر يمكن لكم تنقصوا 10 غرام او 20 غرام من الكميه. صافي غادي نخلط كل شيء مزيان حتى نحصل على خليط متجانس مع الدقيق والبيض اللي وضعت هنا وسكر سنيده والزيت واليوغورت. صافي وغادي ناخذ دابا الميرانغ اللي درت بابيض البيض وسكر سنيده، وغادي نبدا نضيف المره الاولى كميه قليله حتى نخفف الخليط، وعاد غادي نضيف الباقي للاناء الثاني. كيف ما كتشوفوا هانتوما غادي نخلطهم حتى يندمجوا ليا مزيان. انا كنخلط غير بحال كنسوسو من هذاك الدراب صافي، وكنخلط بحال هكا شكل دائري باش ما يهبطش لنا الهواء اللي تيكون فيه اللي كندخلوه. صافي بحال هكا كنحس بيه بلي ندمجوا، وغادي نضيفهم للاناء الثاني مع بعضياتهم. ودابا غادي نضيف الخليط الباقي ديال ابيض البيض
ونخلطوهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. وانا موجده من قبل المول اللي غادي نوضع فيه الجينواز ديالي، وضعت فيه الزبده وورق الفرن. من بعد ما كنخلط هذه مزيان يندمجوا لي العناصر كامل مع بعضياتهم، عاد غادي نضيفها للطاوه اللي غادي تشوفوا معايا دابا. المول ديالي هو هذا اللي غادي نوضع فيه الخليط. من بعد ما ندمجوا لي العناصر مع بعضياتهم مزيان كنخويه في المول وكندخلو الفران على درجه حراره 180 درجه. كيف ما كتشوف غادي نحاول نبسط الاعلى ديال لاجينواز ديالي، ومن بعد غادي ندوز نصيب شبيه البخاليني تقريبا. غادي ناخذ كاس ديال السكر سنيده كنوضعو في المقله كندوبو مزيان، وكنضيف ليه اللوز على هذا الشكل هذا. كنحركهم. اللوز ديجا كيكون عندي ديجا شويه مصهد في الفران، كيكون محمر شويه مكرمل صافي، وكنضيفو على هذا الشكل هذا. وغادي نضيفو نوضعو فوق ورق الفرن على هذا الشكل هذا ولا على الطريقه هذه تقريبا بحال البخاليني صافي. وكنبسط الشكل ديالو باش من بعد نقدر دغيا نهرسو. غادي نحاول نسرحو مزيان لهذا الشكل هذا. ودابا غادي نهرسو قطعات صغار باش نطحنو. غير هو انا ما كنطحنوش حتى كي يولي عندي سائل، غادي نطحنو وغادي يبقى عندي بحال البودره ديال اللوز، وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف. غادي نطحنو كيف ما كتشوف بحال هكا طحنتو في المولينكس، وكنحصل عليه على شكل بودره. وبالنسبه للجينواز ديالي ها هي خرجت من الفران، كندير فيها واحد العود ولا موس من الوسط، كنعرفها كيخرج ناشف، كنعرف باللي راه صافي طابت. كتخرج خفيفه البنات بزاف. شوفوا كيفاش كتجي. انا درت فيها الطاوه من التحت ديال الفران، درت فيه الماء باش ما تحمرش ليا وتحرق ليا من الجوانب ومن التحت، وكتجي شويه قاصحه. انا درت الماء في الطاوه. من بعد خديت ايترو ديال الكريمه وطربتها مزيان. ودابا هنايا خديت البودره ديال اللوز وضفت ليها الشوكولا الابيض. ودابا خديت لاجينواز غادي نبدا نرطبها بالحليب، وكنوضع هنا طبقه من الكريمه من الجناب باش ما يخرجش لي اللوز اللي درتو مع الشوكولاط، هنا تيجي مقرمش صافي. وكندير طبقه من الكريمه. المهم انا حاولت نزرب باش ما يجيش الفيديو طويل. كندير طبقه من الكريمه. هنا عندي الكريمه ديجا حلوه، اي كريمه محلات صافي. وكندير طبقه على هذا الشكل هذا. غير كندرق هذاك اللوز اللي مطحون، وكندير طبقه رقيقه من الاول، عاد كنبدا نضيف الكريمه باش ما يتخربقش ليا الطبقه ديال اللوز مع الكريم. دابا كنضيف الطبقه الثانيه وكنعاود نسقيها بالحليب، واخا كتجي خفيفه بزاف كتجي صافي. وكنسقيها بالحليب على هذا الشكل هذا، وغنعاود نفس الطريقه كندير الجوانب بالكريمه على هذا الشكل هذا باش نوضع الحشوه ديال اللوز بحال هكا صافي. انا درتها غير على 2 المرات، درتها من التحت وفي هذه الطبقه، وعاد غادي نضيف عاوتاني الكريمه من الفوق حتى نحس بها بلي غادي تدرق ليا الحشوه ديال اللوز. وكنسرحها على هذا الشكل هذا. حلوه سهله وكتجي زوينه وبنينه. سيرتو الحشوه ديال اللوز كيجي فيها واحد المذاق زوين بزاف صافي. وغادي نوضع الطبقه الثالثه. كيف ما كتشوفوا لاجينواز راه ما عنديش محروقه من الجناب وما عنديش محروقه من التحت، كتجي رطبه الا درتو الماء في الطاوه اللي كتكون في الفران لتحت. ودابا عندي هذه الرسمه ديال سبايدر مان، جبتها واجده. انا موالفه كندير لي تصويرتو. دابا بغيت نبدل الشكل، جبت ديال سبايدر مان. وغادي ناخذ الكريمه في البوش وغادي نبدا نزينها من الفوق
هنا كنضغط عليها غير باش تلصق، تاخد الشكل ديالها وما تتحركش. هذا عندي اللي في الزرق بحال الشكل ديال الورقه اللي صايبت، اللي بصايبين منها هاد سبايدر مان، وهي كتكون في اللوينات. صافي انا وضعتها في الجوانب، ودابا غندير عليها شكل وريدات بحال هكا من الفوق. المهم تزين على حسب كل واحد، هذا تيبقى تزيين بسيط وسهل. صافي وغادي نكملها بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. وضعت فيها داك ديال هابي بيرثداي، وضعت فيها الشميعه، وكتجي على هذا الشكل هذا. وكيتزين كنقول دائما كيبقى على حسب كل واحد. حنا كنشارك معكم مع الفكره اللي عملت. وصافي وحصلت على هاد الحلوه ديال ولدي ديال عيد ميلادو، جات زوينه بزاف حتى في المذاق وفي الشكل. ودابا غادي ندوز باش نوريكم اشنو تقديت ليهم. خديت لبنتي هاد التيشيرت هذا، الناس اللي كاينين في ايطاليا غادي يعرفوا بياتزا ايطاليا. كتكون فيها اثمنه ماشي مناسب، اكثر من مناسبه، يعني كيكون فيها حوايج زوينين ورخاص. خديت ليها هذا السريوي اللي في الصفار، خديت ليها هذا اللي في الكري، خديت ليها هذا اللي في الكحل. هذا من مغازه اخرى خديت لها بيجاما شورت ديال هذا الوقت هذا قبل ما يتحرك البرد. خديت لها هاد لا شوميز هذه من بياتزا ايطاليا. شوفوا كيفاش دايرين اثمنه زوينه بزاف. صافي من بعد هاد المحل خديت منه هادو ديال الغطا ديال الناموسيات، او ماشي ديال الناموسيات، الغطا ديالهم هما تيكون من الفوق حتى كتجوي الناموسيات كدير هذا ديال الغطا. وخديت ليهم شكيكرات. هاد الشكاره عجبتني بزاف لحقاش كتكون فيها جوج ديال الوجوه، فيها دو الفاس فيها جوج ديال الوجوه. وهذه ديال ولدي تا واخدت لي في الزرق، اثمنه زوينين. وخديت لي هذا خديته لولدي في البلو كيجي زوين. وخديت لي هو بيجاما ديال سبايدر مان، بقيت غادا على التيم ديال سبايدر مان. خديت لي الغطاء حتى هو ديال سبايدر مان. شوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا، يعني من فوق كيكون غطاء. وهذا خديته الناموسيه ديالي، خديت لي المخاد في الباج، وهو خديته على هذا الشكل هذا. كيجي زوين الديكور ديالو فيه اللوينات خفاف هكا، كيجي زوين هكا منظم ونقي. شوفوا السمك ديالو راه كبير، هذا ديال الناموسيه كبيره. وانا خديت هذا سروال رطب، الثوب ديالو عجبني وما مقبوطش بزاف من الرجلين، يعني مريح في اللبسه. خديت لي هاد التريكو هذا حتى هو ديال هاد الوقيته، يعني ديال ملي غيبدا يتحرك البرد. واثمنه زوينه تا خديته من بياتزا ايطاليا. وهو السروال هذاك 12 وشي حاجه ولا 19 وشي حاجه. وهذاك التريكو انا خديته على حساب هاد السبرديله اولا سباتالون، خديته من هذا ديال الكيس. كيجي شوفوا على الشكل ديالها كيدير شحال زوين. هذه شوفوا كتجي فنه، كتجي زوينه بزاف، عجباتني. شوفوا كيفاش دايره الشكل ديالها، نقيقيه، الفينيسيون نقي، زوينه بزاف. صافي هذه الفرده الثانيه ديالها. وغنشارك معكم حتى هاد الصبيبات هذا ديال انا فيلد. شوفوا كيفاش ديرته هو زوين في المارون فونسي، تا عجبني الشكل ديالو، يعني سامبل نوع شويه. صافي وكان هذا هو الفيديو ديالنا، شاركت معكم كل شيء، المشتريات والحليوه. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. مع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.